السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى عاملين فطار، حاجة كده جت في بالنا، قلنا نعمل بيتزا يا جماعة. ادم ابني طالبها بقاله فترة، فعملنا بيتزا زي ما انتم شايفينها كده. حبيت بقى اوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن. حاجة في منتهى الجمال ومنتهى الروعة، حاجة خفيفة جدا كده، يعني اصلا بياكلها ما بياكلش حاجة. عملنا بيتزا عاملينها بالفراخ. البيتزا دي يا جماعة معمولة بالفراخ. طبعا انا عملت العجينه بتاعتها. طبعا انا كنت عامله البيتزا دي على القناه قبل كده، والخطوات بتاعتها نفس الخطوات اللي انا كنت عاملاها قبل كده. كان عندي صدر فرخه قطعته، وبالبصل وبالثوم بالفلفل. وبعد ما اتعمل قمت عاملاه وحط صلصه بقى من تحت اهيت، وحطيت الصدر وحطيت الجبنه وحطيت الفلفل وحطيت الزيتون زي ما انتم شايفينه كده. وهوريها لكم بقى بعد ما تطلع ان شاء الله من الفرن، ونشوف بقى كده الفطار واحنا حاطينه. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. معايا الاكل بتاعنا النهارده بقى اهوت البيتزايات بعد ما طلعتها زي ما انتم شايفينها. شايفين الحلاوه، شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله، جميله جميله جدا، وباين عليها كده طعمها حلو. طبعا انا ما دوتش الطعم بس اكيد باين عليها كده الطعم حلو. وادي التانيه اهيت، حاجه في منتهى الجمال ومنتهى الروعه، جميله جدا. وعلى فكره يعني لسه في 2 كمان في الفرن. وهنا بقى المخلل الزيتون والشيبس والعصير، وطبعا الكاتشب هنا علشان ادم بيحب الكاتشب عليه. يا رب يكون الفيديو بسيط كده وخفيف كده على قلوبكم، ويا ريت ما تنسونوش باللايك. ويا ريت تدعموني كده وتشتركوا عندي في القناه. وطبعا بقى هنعمل لهم هنا عصير البرتقال الفريش، طبعا احنا بنحب عصير البرتقال، فانا جايبه برتقال بصراحه مخزناه، فبنحب عصير البرتقال. والشيبس هنا بقى ما لحقتش اعمل بطاطس ولا حاجه. هي الاكله بصوا يا جماعه، الاكله بتتكلم على نفسها، حاجه في منتهى الجمال ومنتهى الروعه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونوش باللايك، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب، وعلى كل الناس، ويخش عليكم بالخير واليمن والبركات علينا وعليكم ان شاء الله. ويفك على كل متضايق، ويشفي كل مريض، ويرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. وده كان فيديو بتاع النهارده، حاجه بسيطه كده، يا رب يكون عجبكم. ويا ريت ما تنسونوش باللايك. واللي ما اشتركش عندي يا ريت يشترك في القناه ويفعل معانا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.